مشاهدي النيل التعليمي العالي، برحب بحضراتكم حلقه جديده من شباب واراء. النهارده معانا فقرات متنوعه. اول فقراتنا هو حديثنا عن المؤتمر الطلابي الثالث لكليه التمريض جامعه بنها نحو تطوير جدارات طلاب التمريض. معانا ومع حضراتكم محمد ربيع رئيس اتحاد الطلبه بكليه تمريض جامعه بنها. برحب بيك يا محمد. كمان معانا احمد سعيد محمود مسؤول العلاقات العامه بالاتحاد وطالب بالفرقه الرابعه. برحب بيك يا احمد وسهلا بيك. محمد واحمد يعني طلاب كليه تمريض جامعه بنها الحقيقه من الطلاب المتميزين جدا، ويمكن كان لينا لقاءات، والنهارده يمكن معانا الطالب المثالي على مستوى جامعه بنها والطالبه المثاليه على مستوى جامعه بنها من كليه التمريض. فالحقيقه احنا بجد يعني فخورين بيكم وسعداء، اكيد في مجهود علمي بيبذل معاكم، والحقيقه مجموعه شباب متميزه جدا. طيب نبدا كده معاك يا محمد وبعدين ناخدك برضو يا احمد. فكره دخول كليه التمريض اصلا من البدايه، يعني كتير من الشباب الحقيقه كده بيجوا لنا فبيقولوا ان هي ما كانتش رغبه طبعا من الرغبات الاولى، وبعد كده لما دخلوا الكليه بقوا سعداء بيها جدا. بالنسبه لكم؟ تمام. بداية هو مجال التمريض عموما يعني مجال يحتذى به، لكن هو الفكرة ان محدش واخد فيدباك كويس عنه، لان الصورة اللي واصلة للناس مش الصورة الصح عن التمريض. احنا كطلبة ثانوية عامة لما خلصنا بعد الثانوية كان كل طموحات اي طالب عموما كليات القمة وكليات طب وكليات اسنان او غيره. كعلم علوم كل علم علوم كله كليات طب قمة، وصيدله، فما حدش كان واصل له فكرة التمريض عموما. كمان ان التمريض كان كله فيميل بس، كله بياخد بنات بس، ما كانش لسه فكرة الولاد دخلت الكلية. فانا يعني كمحمد انا دخلت قدمت علاج طبيعي خاص تمام في 6 اكتوبر، وبعدين لما جالي في التنسيق الحكومي تمريض يعني قعدت تفكير مره اخرى كده في الموضوع، بدل ما اكلف اهلي واكلف الجامعه عندنا فلوس كتير هدفعها، لا انا اولى اروح كليه تمريض. وساعتها كان في ناس هم اللي حكوا لي يعني ايه كليه تمريض، عرفوني اكتر. كان في هو انت ازاي يا محمد كده ما شاء الله عليك، يعني انت وانت سنك صغير ده بتاخد القرار، فبتحط ابعاد والدك ووالدتك واسرتك في ذهنك؟ ما هو لازم نفس يتحط. الشباب تبقى كده بجد. لا اصل بما ليه ان بنقول انا على كبير الشباب انها مش اخواتي، بتفكر؟ انت ما شاء الله عليك اهو بتفكر كده. بما ان انا الكبير، ما شاء الله. فانا كنت باصص يعني نظره بعيده مستقبليه شويه، عشان خاطر انا ليا اخواتي عارف ان ربنا يكرمك اصلا عشان النظره دي ولا لا؟ ربنا يكرمك بجد. احنا سعداء بيك وبنشكر والدك ووالدتك على انك موجود معانا النهارده يا محمد بالتفكير ده في سنك الصغير دي، ما شاء الله يعني. ربنا يخليك. وبعد كده دخلت الكليه، جالي التنسيق الحكومي، قلت اقدم. وانت مبسوط مش متضايق؟ لا عادي خالص، انا قدمت لان انا حابب، انا عارف ان كليه التمريض بتاخد مجاميع عاليه، اشمعنى السنه دي خدت مجاميع صغيره. فعرفت ان تمريض بنها كانت لسه بدات تاخد صبيان، يعني كانت ثاني سنه تاخد صبيان، فمنزله المجموع شويه عشان خاطر تاخد عدد اكبر من الشباب. فكانت حظ سبحان الله، يعني حظ ان انا ايه هدخل تمريض بمجموعي. دخلت تمريض، عملت القدرات، خلصت القدرات، بدات دخلت، ما كنتش بمارس انشطه. كان في اختبارات قدرات طبعا كتير. لا كان في اختبارات قدرات، وفي انجليش، وفي درجه في الانجليش لازم تعديها، لو ما كنتش معديها مش هتقبل. في بعد بتعدي على انترفيو مع دكاتره، بيعدي على اختبارات ريتن، معلومات عامه وحاجات بيزك خاصه بالاحياء وكده. عدينا كل الاختبارات الحمد لله، اجتزنا كل الاختبارات وقبلنا في كليه التمريض. راضي عنها دلوقتي يا محمد؟ لا طبعا راضي ومبسوط، وكنت هبقى هزعل لو انا ما كنتش دخلت كليه التمريض. الحمد لله كويس جدا. طيب احمد احكي لنا قصه كفاحك مع دخول كليه التمريض كده. هي يعني معايا انا بايلك يعني بالحظ صريح كده من اولها كده. ايوه انا صراحه من الاول يعني. احكي لنا حكايتك مع هو انا كنت جايب درجه يعني عاليه، جه طب بيطري مرسى مطروح. وانت منين اصلا يعني؟ انا من بنها. من بنها. فطبعا قلت لوالدي ايه، طب مرسى مطروح كده خلاص، يبقى انا كده خلاص بقى يا جماعه ايه. اختي ربنا يكرمها كانت كليه تمريض جامعه بنها. فعندك اختك في فانا كنت بسمع لها، كنت قاعد اسمع لها، كنت قاعد فالموضوع يعني تسمع لها عشان تتاخد فكره وحشه عن التمريض. يعني هو انت بتذاكر قاعد يعني ايه تقول لي تاخد الورق بتاعها وتقعد تراجع معاها وهي اكبر منك، راجع معايا قول لي ديت، طب شوفنا هنقول دي صح ولا لا، عشان في حاجه عندنا اسمها بروسيجر لازم تتسمع يعني، او ستيبس كده لازم تتعمل صح. فحبيت الموضوع ولقيته يعني قريب من الطب، وده اللي انا اكتشفته بعدين، ان الطب ليه شغله والتمريض ليه شغله، والاثنين هو الفريق الطبي ما يكتملش يعني من غير بيكملوا بعض. ده هنسالك، لا ده سؤال برضه عايزين نساله لك فعلا عشان الشباب بقى يمكن اللي بتفكر لسه في كليه التمريض تعرف يعني ايه اهميه التمريض الحقيقه في الفريق الطبي يا احمد. ده سؤال مهم جدا لازم توضحه. يعني معظم الناس واخده يعني انطباع للاسف خاطئ جدا. يعني انا معاك يعني انا زمايلي كانوا بيقولوا لي الله انت هتخش تمريض سرنجه بقى
للاسف يعني بقول لك كده الموضوع ما يعرفوش بقى. عارف يعني دي حاجه كده للاسف نقدر نقول ثقافه مغلوطه عن تخصصات علميه مهمه جدا. يمكن انتوا اكيد اكتر مني يعني هتعلموا انه الفريق الطبي في الخارج عنصر التمريض فيه في غايه الاهميه، لازم يكون على يعني نوعيه من التعليم عالي جدا، لانه يمكن العمليه الجراحيه بتتم مع الدكتور او الطبيب المعالج، وبعد كده بنفضل بقى ايه كل المتابعه مع التمريض هو المرافق للمريض يعني هو دي هو يعني الدكتور بيعمل عمليه تعلموا انه ويسيب اجره يمكن لنا احيانا يبقى الحاله. اعلى من الطبيب في الخارج ما هو الدكتور بيعمل عمليه ويسيب لنا احنا الحاله. انت لو ما بكل تعملش تداعياتها مع بقى. انت لو ما تعملش معاها صح، يبقى مم. الدكتور كده العمل اللي عاملها ما لهاش صحيح. لازمه. انت اتعاملت معاها صح، بالظبط. النتيجه وعندكم تمريض نساء ولاده وتمريض كل اطفال الأقسام وتمريض كل كل تخصصات بالظبط بندرس اللي زي كل التخصصات التخصصات. العلميه بندرس كل الاطباء بالظبط. التخصصات، بندرس كل صحيح التخصصات. صحيح. فالحمد لله ربنا وفقني ودخلتها وتعرفت على ناس والحمد لله. راضيين بيها يا احمد؟ لا الحمد لله. كويس جدا الحمد لله. هي مهنه اخلاقيه قبل ما تكون دي اللي عايزين برضه مهنه لسه فلوس نقول ان يعني. في معايير اخلاقيه. مهنه اخلاقيه، والتاني يعني والزياده بتاعتها ان هي يعني الواحد لو مشي فيها يعني يراعي ربنا فيها، دخله الجنة ونعم على بالله. طول. يا نتمنى دخله يا الجنة يا دخله النار. الحقيقه التمريض عليه دور كبير جدا مفيش كلام يعني في العمليه الجراحيه، يعني الحمد ربنا لله. يقدركم لانها مسؤوليه كبيره. الحمد لله. طيب نيجي بقى لكليتكم والمؤتمر الطلابي الثالث لكليه تمريض جامعه بنها. رئيس اتحاد طلاب بكليه تمريض جامعه بنها يا محمد، جت ازاي دي؟ رئيس الاتحاد ولا جت؟ رئيس الاتحاد والمؤتمر بقى بعد كده. والله احنا كنا شغالين أنشطة الأول في مبادرة اسمها مبادرة فرسان. فرسان اه على مستوى الجامعه لا ولا على مستوى الكلية. كلنا. اشتغلنا أنشطة. كان ساعتها كان موجود الدكتور محمود عبد الصبور مهم. عميد كلية التمريض ساعتها، وكانت الدكتورة إيمان البطار كانت وكيل الكلية لشؤون تعليم الطلاب. فبدأنا موضوع الأنشطة وبدأنا نعمل كل يعني حسينا إن نغير اليوم الروتيني اللي هو محاضرات ونروح محاضرات ونروح، فنحط التاتش الأنشطة الطلابية وتاتش المشاركة وتاتش إن احنا نغير شوية، بما إن احنا الشباب عددنا صغير في الكلية والكلية عددها صغير، فأي نشاط هيبقى ملحوظ على طول للجميع. كان في دعم كامل ومستمر من الدكتور محمود الصراحة والدكتور أيمن، دعم كامل معانا بيساعدونا في كل الأنشطة اللي احنا عايزين نعملها. تمام. بدأت بقى ما كانش في انتخابات اتحادات في الفترة دي، ظهرت انتخابات الاتحادات في السنة اللي بعدها في سنة ثالثة. كانت الدكتورة سعاد عبد السلام هي الوكيلة، وكانت الدكتورة هويدا الدكتورة هويدا صادق كانت عميدة الكلية. حصل انتخابات اتحادات وقدمنا الانتخابات. انا ما كنتش ناوي اخش، فحصل مشكلة كده وبعدين اضطريت ادخل. دخلت للانتخابات والحمد لله يعني اخدت مركز منصب رئيس اتحاد الطلبة في كلية التمريض. ده يديك دي مسؤوليه اكبر يا محمد؟ طبعا مسؤولية أكبر، يعني خلتني أول مسؤولية إن أنا سبت سكن المنوفية وأخدت شقة في بنها مع أحمد عشان خاطر نقعد انت من بقى. المنوفيه اصلا؟ أنا من المنوفية فسبت المنوفيه كان واضطريت بقى السفر توجه. صعب، بروح 3 ساعات مثلا وأرجع، مم. وكان شغل أنشطة بيبقى بعد الانتهاء اليوم الدراسي، مهم. فكان خلاص أروح الساعة المغرب. 5 ولا حاجة، أروح البيت المغرب. العشاء أصلي وأنام عشان أصحى. كأنك انت بقيت المسؤول آه. يعني فعلا. لا المسؤول خدت أول بيغير إجراء الإلزامي الاتحاد خلاني أعمله إن أنا خدت شقة في بنها جنب الكلية عشان تشوف عشان المسؤوليات براحتي اللي بقى وراك. أنشطة الجامعة أنشطة الكلية والبيت جنب على طول. تمام. ربنا يوفقك يا محمد. والاعتماد على النفس من الصغر ده برضو حاجة جميلة جدا يعني طبعا. ربنا يقدرك عليها ان شاء آمين. الله. طيب الاتحاد والمؤتمر بقى كان ليكوا دور يعني انت العلاقات العامة بقى يا احمد كلمنا. انا كنت مسؤول يعني انا والدكتوره طبعا ابتسام عبعال كانت مقر المؤتمر، وانا كنا مسؤولين عن استقبال الوفود. استقبال الوفود دي حاجه يعني ايه، عشان الصحوبيه اللي بيني وبينهم، وكان البرنامج عامل الصداقة البرنامج. يعني ما بينك وبين كان الأساتذة الصداقه وعلاقة كويس. الحمد لله. تمريض مصر كلنا احنا على علاقه بتمريض مصر كله ما الحمد شاء الله لله. يا سيدي. خلاص يا استاذ احمد ماشي يا فندم. تمريض مصر كله تبعكم الحمد وتوصوا علينا بقى. لله الحمد لله. احنا ربنا يوفقكم إن شاء الله. دي حاجه كانت يعني لازما يعني دي حاجة مهمة تفتكر في شغلكم. لازما كنا نعملها شغلنا عشان حلقة هنتقابل نكسر كلنا. الروتين. يعني الواحد كان يكسر ازاي الروتين بتاع اليوم الجامعي. اليوم الجامعي بنروح نحضر محاضرات، احضر عملي، اروح البيت نفس النظام كل يوم. نعمل ايه؟ لا نكلم ناس تانية، نعرف ناس تانية، نعرف اهل الصعيد. طيب فكرتوا بقى في المؤتمر الطلابي الثالث للكلية وانتوا طبعا مسمينه مع اساتذتكم طبعا نحو تطوير طبعا إدارة جدارات الكلية. طلاب التمريض. مع مؤتمر الكلية طبعا قلنا طلبنا منهم ان احنا هنعمل مؤتمر. واحد واثنين مش انتوا منظمينهم مؤتمرات؟ وثلاثة إيه؟ انتوا اللي منظمينه؟ واحد واثنين مش لا انتوا واحد منظمينه؟ واثنين كانت الدكتورة كان إيمان الدكتورة البطار. ايمان هي كانت الدكتورة المسؤولة عنه. انتوا ده كده دلوقتي ده مسؤولين لا طلاب كان مع يصرف. طلبة ساعتها بس احنا مع ما كناش طلبة تانيين لسه. مش انتوا. ما انا ما بتكلم كناش لسه. انتوا كطلاب اتحاد جداد وعلاقات عامة. ده مؤتمركم يعتبر الاول كده.
للتنظيم؟ احنا طيب يعني ربنا يقدركم ان شاء مؤتمر الله تبقوا قد طلابي المسؤوليه. صرف يعني، كان كل حاجه كانت يعني هو دكاتره بس يشرفوا علينا. انتوا عملتوه خلاص خلاص اتنفذ. خلصتوه؟ ده طب حاجات هاي، تنزل ده احنا منها حلو قوي ان يعني. احنا نشوف حاليا شغلكم نشوف كمان. شغلنا. موجود. احكوا لنا بقى عملتوا ايه. طبعا عملنا اول حاجه فكره اسم المؤتمر. اسم المؤتمر، وعشان والفكره الثانيه ان هي اللي هو الستبس اللي هيمشوا عليها الناس هتبقى عليها. بعتنا للكليات كويس. وبعتنا رؤساء الاتحادات طبعا اللي احنا علاقه بيهم. في ناس لبت وفي ناس ما لبتش. الحمد لله 10 جامعات لبوا، وكان منهم المنيا، اهل الصعيد طبعا على دماغهم. احسن ناس من المنيا، أعماق كان سوهاج، شاء الله. جنوب الوادي، وانتوا جامعه قناة بنها السويس، اقصى الشمال وهم اقصى جايين. شمال اقصى جنوب. جولكوا كل طلاب دول جولنا راكبين من وفد. الساعه 3 بالليل، وصلوا الساعه 8 شباب كليات الصبح. تمريض في المنيا. منيا، سوهاج. سوهاج، جنوب الوادي، جنوب قناة الوادي. السويس، قناة السويس. زقازيق، حلوان، طنطا، الفيوم، بعدين اسكندريه. 9 جامعات. اسكندريه 9 جامعات. كان في بني سويف بس اعتذرت. ما شاء عشان الله ما حصل شاء الله لها عليكم، مشكلة يعني يعني. مسؤوليه رهيبه وطلبنا كل دول طبعا تسكين واقامه ومشاركه في المؤتمر. هو كان يوم واحد بس، استقبال بقى اللي هو كان يعني ضيافه استقبال الصبح. بقى كان كده ضيافه بقى. الصبح وضيافه اخر النهار طبعا عشان الناس مسافره يعني. جم الصعيد وسافروا في نفس اليوم. جو من الصعيد ده دول بقى يعني جايين والله ده بنشكرهم. الصداقه بقى. لا احنا شكر خاص بنشكرهم فعلا والله بالوفود، يعني لان انا دخلت يعني بقول لك الاقامه يعني الصداقة محدش بقى. بيعمل الكلام ده خالص، محدش يجي ويسافر ده كله الا لما يكون حابب حابب يجي. الاشخاص، وحابب في ان هو تواصل ما يجي في بينكم ما تواصل. بين لا، في بعض تواصل بقى؟ جميل كان من في قبل صفحه كده. ولا كده بينكم ولا ازاي مؤتمرات، جمعتم يا في محمد؟ جروبات، مؤتمر جروب في ملتقى. الشعار الملتقى بتاعنا كان عاملين الشعار. كنا في ملتقى اسيوط كلمي. انتوا كشباب بنها كنتوا في اسيوط؟ في اسيوط، في أسيوط، فتقابلنا كلنا، قعدنا كان أسبوع. اسبوع. فكان يعني كان في علاقه كويسه بينا وما زالت ما الحمد خرجتوش لله. من المؤتمر كده وخلاص، لا عملتوا علاقات لا معينه طبعاً، عشان انتوا طبعاً، هدفكم تخدموا طبعاً. نفسكم بعد كده، نتواصل تخدموا بعد جامعتكم كده وكليتكم طبعاً بعد. تواصل. حتى والتواصل. لو كده يعني مهم جدا ده يا محمد واحمد الحقيقه. اتفضل. شغل التمريض حلقه واحده يعني. كلامك مهم يا أحمد هقابله اهديم يعني. الجدارات بقى. هقابله يعني. ورايا هقابله. ورايا. طيب تطوير الجدارات. يمكن انا سالتك عن ايه جدارات فقلت ايه الكفاءات أو الفكر المهارات أو حاجه. ليه كلمه جدارات بالذات، ويعني ايه جدارات يا محمد؟ طب فهمنا. بس قبل ما ندخل في الموضوع ده احكي اتفضل. قصه بسيطه. احنا معاك، ده احنا الوقت معاك خالص. للمؤتمر بدأ ازاي، الفكره بدأت ازاي. الدكتوره محبوبه، احنا كنا بقالنا من ساعه معاكم في الجامعه دكتوره محبوبه وكيله الكليه لشؤون تعليم الطلاب كانت الدكتوره ايمان البطار. اخر مؤتمر كانت المؤتمر الثاني عملته في فترتها، وبعد كده ما عملناش اي مؤتمرات طلابيه من بعد ما هي مشت. فالدكتوره محبوبه الصراحه احنا كان عندنا العزم وعندنا الاراده. الدكتوره محبوبه يعني تعتبر شعله النشاط اللي عندنا في الكليه. ربنا يجازاها خير. هي اللي بدأت وتزق فينا يعني. احنا عايزين وانتوا محتاجين ايه، انا معاكم. فادتنا الباور كله كامل وشجعتنا، قالت لنا يلا انا معاكم، كل الصلاحيات معاكم، اشتغلوا. فبدأنا مع الدكتوره محبوبه نبدأ ازاي هناخد. كان اهم حاجه في المؤتمر وفي اي مؤتمر الدعم المادي. ازاي بقى الفلوس هي اللي هتعمل اي مؤتمرات. احنا عندنا الاراده وعندنا الشباب وعندنا كل حاجه، لكن ناقص الدعم المادي. فانا كنت بحضر مجلس الجامعه مع زميلي خالد نعيم رئيس اتحاد الطلبه في الجامعه بنها. فانا بطلب ان انا بحضر معاه مجلس الجامعه على طول عشان اناقش مشكلات خاصه بالناحيه الصحيه ومشكلات خاصه انتوا مش سهلين بقى، انتوا متواصلين بقى مع مسؤولين من كده. انا بحضر معاه، فطلبت ان الدكتوره احنا قلنا هنعمل الدعم، هنطلب من الجامعه دعم. فالحمد لله الحمد لله احنا ربنا كرمنا بدكتور معلش سيد. بدون قطع كلامك يا محمد، دي حته حلوه جدا ومهمه، فكره التواصل مع القيادات الجامعيه والشباب في كليات الجامعه. انت بتتكلم كده بشكل عام. انا كنت في اجتماع مجلس الجامعه، كنت في اللجان في الجامعه. انا شايفه انه بشكل عادي كانه انتم متعودين على ده. هل معنى كده الحقيقه انه في تطبيق لفكره انه بنمكن الشباب، بنقدر الشباب في الجامعات؟ يعني انتوا شايفينها على بكل حسب الجامعه، الصراحه على حسب الجامعه بشكل عملي؟ لا ما احنا انا بتكلم على جامعتي، مش هقول على الجامعات لان انا ما اقدرش احكم على جامعاتكم، لكن جامعه بنها ده حقيقي بيحصل جامعه بنها حقيقي وشايفه جدا. انه في سلاسه في كلامك، انك انت عادي في مجلس الجامعه ما فيش مشكله خالص يعني. لا هو عادي يعني سياسه الجامعه عندنا تحت قياده الدكتور سيد القاضي هي سياسه فعلا، سياسه تعتبر شعبيه. بمعنى ايه؟ اللي هو بمعنى ان هو حابب الطلبه، عارف ان المبنى كله الجهاز كله ده كله عشان الطلبه، عشان خدمه الطلبه، الباب المفتوح. فانا بخدم الطلبه، انتوا عايزين ايه انا معاكم. وانتوا حاسينها واصله لكم، واصله لنا جدا مش كلام. وحققتوا دعم فعلا بقى من فكره التواصل من خلال بالفعل مجلس الجامعه وانا كده. وانا في مجلس الجامعه عرضت على الدكتور سيد احنا محتاجين دعم. احنا عندنا الميزانيه بتبقى صغيره شويه من ميزانيه الاتحاد عشان خاطر عدد الطلبه صغير، فميزانيه الاتحاد صغير. ما بنقفش بقى يا محمد، ما بنقفش، بنلاقي حاجه زي كده. بنقفش، بنكمل، لا نطلب دعم الجامعه، نشوف ريسبونسر بره، بنشوف ما عندنا حلول بقى ونقول اصل الجامعه ما بتدعمش وكده. انت حاولت مع رئيس الجامعه واداك الدعم مره واحده على طول يعني. الصراحه دكتور سيد عمره ما بجد اخر علينا سعداء الدعم. الفكره دي مهمه
الصراحه دكتور سيد ودكتور خالد العسوي ودكتور هشام نائب رئيس الجامعه لشؤون تعليم الطلاب، ما حدش اخر علينا دعم في اي مره. كل ما بنطلب الدعم من ما شاء الله. جامعه بنها الحمد لله دكتور ودي سيد ما كانت بدايه بيأخرش علينا. مؤتمر الطلاب الثالث ليه؟ ولا وما كانش اول دعم، احنا طلبنا دعم قبل كده كل شويه بنعمل انتوا بقى انشطه. مستغلين بقى ولا ايه؟ لا بنعمل انشطه كتير، فهو دكتور سيد بالعكس، بيقول انا مع الاستغلال المادي انا مع المفيد الطلبه ده يعني حلو يعني. الطلبه اللي هتشتغل انا هديكم وانا معاكم دعم مادي ودعم معنوي سيبوا حاجه قبل الدعم للكليات المادي. الثانيه برضه يا محمد. والله يعني هو اللي بيشتغل وبيطلب اكيد دكتور سيد ما احنا تاخرش عليه، سعداء اكيد بيكم الجامعه. وسعداء بحماسكم ربنا الشديد ده، يخليك. وربنا يوفقكم. آمين. اكيد دكتور سيد واي قياده جامعيه مش بتعمل ده غير ما هي شايفه ان الطلاب مسؤولين وبيشتغلوا بشكل صح. تمام. اكيد. آمين. طيب المؤتمر بقى جت العنوان ده ازاي؟ نحو تطوير جدارات طلاب التمريض. الدكتوره محبوبه عملت لجنه مشكله من لجنه البحث العلمي عندنا في كليه الطلبه. قعدت الدكتوره محبوبه معاهم والدكتوره هويده بقى يعني امنا الام الكبيره بتاع الكليه، اول عميد تمريض، كان اول عميد يمسك من كليه التمريض الدكتوره هويده صادق. هي بقى يعني الناحيه العلميه والناحيه الاداريه كلها نخش مع الدكتوره دكتورة هويده هويدة. على طول العميد. فقعدنا. وافقت. طبعا وافقت، وهي اللي كانت على طول بس هي ده عنوان بتطلب. كنتوا اختياركم انتوا العنوان ده؟ اختيار. الجدارات دي هو قصدك مؤتمر مهارات ولا طلاب ايه؟ الصرف. حلو جدا يعني. كله. طيب الجدارات دي يا احمد، مشكورك يا محمد، الجدارات دي هي مهارات الطلاب؟ انتوا عايزين جدارات؟ ليه كلمه جدارات؟ عشان تبقى جديرين بالشغل يكون أو فكره يكون اهم حاجه بيه. يعني مثلا كان الستبس بتاعك كان اول حاجه كوميونيكيشن، تواصل. مهاره التواصل. مهارات التواصل لازم يكون عند الواحد مهارات تواصل عشان يعرف يتعامل مع اولا بتتكلم على تمريض، مش تمريض كمهنه وحرفه فقط، لكن عايز مهارات تواصل مع الناس، مع المريض، مع الدكتور، مع الفريق الطبي اللي بيشتغل معاه، مع كله يكون عنده مهارات اصلا تواصل. لغات مثلا ممكن. طبعا ده كله مضاف ليها. وطبعا الماده العلميه مطلوبه طبعا مطلوبه بشكل طبعا معين. الماده العلميه الفهم اللي هو بيعمله، ويكون يعني ده كله تحت اللي هو حابب اللي هو بيعمله. تمام. طيب تجميع الطلاب بقى يا محمد واحمد برضو، انتوا اصحاب تجميع صرف بقى، انتوا قلتوا الشباب بتوع تمريض تعالوا ازاي؟ بعد ما خدنا الموافقه وعايزين تعملوا ايه؟ ما هو برضو جايين انتوا محددين مهارات في ذهنكم، هياخدوا محاضرات، هياخدوا ندوات، في ورش عمل، هيبقى ازاي بالظبط؟ بعد ما خدنا الموافقه من دكتور سيد في المجلس واتصرفت الفلوس، بدانا على طول مع جهاز رعايه الشباب، جهاز نشيط جدا عندنا. الفلوس في ايديكم يا محمد؟ لا ما هو كان في موظفين، ما احنا موظفين جزء النادي بس هي جهاز رعايه مسؤوليه الشباب طبعا طبعا، ولازم كل حاجه طبعا بحدود المبلغ اللي معاك ده تستضيف الشباب وترجعهم. تمام. اخلص كل حاجه بالفلوس اللي معايا دي، فبحاول احجم الدنيا قد ما اقدر، اعمل اعلى حاجه بالفلوس اللي معايا. دي في حد ذاتها مهاره ليكوا كشباب طبعا، استغلال امثل، يعني احنا بنستغل الامثل الظروف اللي احنا فيها، وتدريب عملي كويس. تمام. فبدانا نبعت فاكسات على طول للجامعات، بدانا نشتري الحاجات اللي احنا محتاجينها، الخامات والمعدات، سواء بنرات، سواء محتاجين دروع اللي هنكرم شهادات التقدير، البوفيه اللي احنا هنعمله للضيوف. بدانا كل الاستعدادات، قسمنا نفسنا كذا فريق، عملنا اجتماع مجلس الاتحاد عندنا في الكليه، وقسمنا نفسنا كل طلبه هيبقى مسؤول عن حاجه. فكان عندنا فريق تنظيم مع حمزه وشكري، فريق جواله مع حسين وممدوح، فريق مسرح هيقدم عرض مسرحي بسيط مع احمد عدلي وزملائه، فريق انشاد مع محمد جمعه اللي كانوا مع حضرتك من قبل كده، كانوا بيصوروا انشاد ديني. بعد كده كان في فريق الاستقبال، في منه فريق ضيافه وفريق استقبال، وفي فريق تواصل مع الوفود. كان عندنا برضو فكره التنسيق العام على المؤتمر كله، فكان كل دكتوره كانت مسؤوله عن حاجه مع الطلبه. يعني الدكتوره امال غريب مثلا مع صلاح في البرزنتيشن، ازاي هنعدي برزنتيشن وندرب صلاح هيبدا يعرض البرزنتيشن. الدكتوره هند والدكتوره باسمه ربيع مع اسلام ازاي هيعرض توصيات المؤتمر كلها في الاخر. كان معانا في التنظيم الدكتوره ابتسام عبد العال، كانت مقرر المؤتمر. الدكتوره امال غريب، كل الدكاتره كانوا بيساعدوا، كله ما حدش اتاخر علينا الصراحه. كل اقسام الكليه السته، كان كل قسم يقول انا مسؤول عن كذا وانا مسؤول عن كذا مع الطلبه، وهجيب الاساتذه بتوعي وكل المعيدين اللي عندي وكل الناس، وهنشتغل. قسم الاداره قال همسك التنظيم، قسم النساء البوفيه، كل قسم ماسك حاجه، بحيث كلنا اسره واحده بنترابط كلنا عشان خاطر هدف الاخر انجاح المؤتمر. ربنا يكرمكم يا محمد، وبجد سعداء بيكم وسعداء بمجهودكم فعلا كشباب وتحمسكم للموضوع. طيب قلنا يا احمد بقى، جمعتوا شباب في فريق بيستقبل، فريق بيجمع. مشي اليوم ازاي؟ هو يوم واحد؟ هو يوم واحد. يعني انا لما جيت انا كنت مسؤول على البرنامج، يعني جيت انظمه. يعني الناس هيقعدوا يوم واحد بس طب يعني قلنا الحمد لله لازم كل حاجه مكثفه جدا ومفيده جدا عشان الشباب لله. تروح كمان مبسوطه انها عملت في يوم واحد كل حاجه. الحمد لله. بدات مع الدكتوره ابتسام طبعا كانت معايا، بدانا نعمل اجنده، بدانا قسمناها.
قسمناها لأول حاجة يعني الفقرات بتاعتنا اللي هو طبعا السلام الجمهوري، طبعا دقيقة حداد على الشهداء، وبعدين قرآن، شهداء وبعدين العريش ساعتها كان كان موقف. لسه ساعتها يعني حصل حوادث. وبعدين طبعا كلمة رئيس الاتحاد من الصغير للكبير، بعدين كلمة الدكتور المقرر، وبعدين كلمة الوكيلة، وبعدين كلمة العميدة، وبعدين كلمات كلمة رئيس القيادات الجامعة، الموجودة يعني فعلا. القيادات الموجودة. بعدين هنبدأ، بعدين كان عندنا فقرة إنشادية. طبعا الوقت يعني أنا واقف على المسرح خلاص يعني ماسك الساعة ويجي كل واحد اقفل خلاص انتهى. مسؤولية. مسؤولية جدا طبعا. الناس عايزة الحمد تسافر، لله فاحنا مطالبين بطولات بوقت. وحاجات كمان مع البرنامج الصيف. بتاعي انا كنت عامله من 9 لغاية الساعة 4، هو بدأ 11 خلص 5. مم. كويس جدا. فيعني الحمد لله طيب. تايم يعني. خدوا محاضرات او ورش عمل بقى عن لا، كل جامعة كل كانت جامعة جايبة بقى كان جايب presentation. برزنتيشن بتقولها، يعني بيبقى هو نظام اللي هو كل جامعة جايبة presentation، فده يستفيد من ده برزنتيشن، وده يستفيد وده من ده. ويبدأ ما احنا يلقي حاطين لهم اوت عليهم، لاين في الدعوة اللي احنا بعتناها، ويبدأ اوت يلقي لاين عليهم، يمشوا عليه. ويبدأ يلقي ايوه، في عليهم. محاور معينة في نمشي عليها. محاور المؤتمر، كل طبعا. واحد بيجهز برزنتيشن عن المحور اللي هو عايزه. خلص جهز البرزنتيشن، بيجيبوا يعملوا عرض تقديمي ويجي يعرضوا لفترة. كل واحد مختلف عن التاني. طبعا طبعا. هو في المحاور بقى محاور ممكن كتير عن جامعتين المواضيع دي. يشتغلوا على محور واحد عادي. بس كل واحد بطريقته، الطريقه المختلفه. فقلنا احنا كجامعه بنها كمان كليه تمريض جامعه بنها جهزت البرزنتيشن بتاعها اللي هو صلاح هيجي يقوله. وكل جامعه جهزت البرزنتيشن بتاعها اللي هتعرضه في المؤتمر، وكله يتفرج. كان في لجنه زي نظام سيشن كده، كان في الدكتوره هويده والدكتوره محبوبه والدكتوره ابتسام، اللي هو بتعمل محادثه مع الطالب اللي هيعرض برزنتيشن، عايز يسال، عايزين يسالوه التايم، الوقت، طب انت تقصد ايه، كل كويس الحاجات أوي. دي. كله عرض البرزنتيشن، وحبينا ما يبقاش المؤتمر كل- كله كده يعني، هو كل لازم يبقى فيه المواضيع- فقرات ترفيهيه بسيطه. ففقره انشاد في البدايه وفقره انشاد في النهايه، وكان في عرض مسرحي جميل بقى اتعرض في النص، عملنا بريك كده وعرضنا عرض مسرحي. ربنا يكرمكم يعني، واحنا سعداء بجد بكل اللي انتوا عفوا. عملتوه ده يا محمد واحمد، ومجهود كبير، والشباب روحوا مبسوطين. الحمد الحمد لله طبعا. لله. اخر حاجه كنا قافلين الباب بتاع العربيات بتاعتهم، طبعا لازم نوصلهم، والحمد لله خدنا فيدباك كويس جدا منهم، ويعني هم مبسوطين. احنا الحمد لله فكره يعني التبادل الطلابي يعني جميله في حد ذاتها اصلا. احنا طبعاً. مبسوطين اللي هم مش يعني احنا مبسوطين. خلاص كده عن تعبنا ما راحش هدر. اكيد يا يعني يا احمد، ويعني احنا سعداء بيكم وسعداء بان الحمد المؤتمر لله. الطلابي من اول لاخر. الكليه الحمد لله. قدرت ده، والجامعه بقى آه. حست قد ايه عملتوا ده. طبعا طبعاً. انا طبعاً. يعني انا باسم الاتحاد، اول ما بدات في الكلمه بتاعتي قصدت ان انا ما اقولش اي حاجه في البدايه غير ان انا اكرم الجامعه والكليه على اللي هم السبب دعم. في اللي احنا فيه. يعني في اليوم ده كان هو سبب، لولا الدعم المادي والمعنوي اللي هم كانوا مديهولنا الكليه والجامعه طبعا. ما كناش وصلنا اللي احنا فيه ده. فقصدت في الكلمه بتاعتي اكرم رئيس الجامعه ممثلا عن الجامعه كلها وعن الكليه، واديته درع المؤتمر كبدايه في بدايه المؤتمر. بجد سعداء بيكم، وربنا يوفقكم محمد واحمد. يمكن للاسف وقتنا قرب ينتهي معاكم. ايه طموحكم محمد واحمد لكليتكم، كليه تمريض جامعه بنها، وايه طموحكم لمهنه التمريض ونظره الناس للالتحاق بكليه التمريض بشكل عام؟ يعني اعتقد ده ان عاوز عندكم فكره حلقة مهمه لوحده. جدا. ده محتاج محتاج ده محتاج حلقة لوحدها. يا جماعة عشان يعني نتكلم عن الموضوع. احنا بنحاول بص نلخص. اقول لك ابسط تلخيص اصلا من غير ما حلقه لوحده ولا حاجه، ان قدامنا شباب متميز رائع، رئيس اتحاد في كليه التمريض جامعه بنها، مسؤول العلاقات العامه في الاتحاد في جامعه بنها. شباب واعي جدا، متفاهم جدا، متحدث لبق جيد جدا، فاهم كويس قوي المهنه ازاي، وفاهم اصولها ازاي، فاهم معاييرها ازاي. الحمد لله واضح انه محقق يعني الحمد لله تفوق دراسي. الحمد لله. فده بيقول يعني كليه التمريض بتعمل ايه، يعني لو برضه انتظرونا ان شاء يعني الله إن شاء لو الله. الشباب لو إن ما شاء الله. بعد ما حدش اخلص عارف الكلية هو ده بقى شكل عمل. اخش كارير العمل بقى. تمام. طيب انتظر احنا إن نختم شاء معاكم. اتفضل يا محمد، تحب تختم ايه؟ برضه احمد اتفضل. هو احنا كده 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 الشباب اللي متواصلين. شايفينك عايزين يلتحقوا بتمريض ولا حاجه تقول لهم ايه؟ لا بجد هي كلمة لاخواتي الصغيرين كلهم. احنا عايزين اولا اخواتنا اللي في تمريض، احنا اللي هنغير اسم المهنة، احنا اللي هنغير اللي بيتقال عن المهنة. اي فيدباك وحش متاخد عن المهنة احنا اللي هنغيره بايدينا احنا. شغلنا اللي هيثبت للناس كده. خلوا عندكم دافع امل وحافز. عرفوا الناس ان التمريض مش وظيفة، التمريض مهنة سامية بتتسم بالاخلاق والرحمة والعطاء. احنا ملائكة الرحمة زي ما الناس قالوا علينا، احنا ملائكة الرحمة وسنظل ملائكة الرحمة. يعني راعوا الله في العمل وابتغوا من وراءه القصد والثواب. اشكرك يا محمد. انت لسه مكمل معانا، هينضم لك صلاح. احنا بنشكرك جدا يا احمد، وكل التوفيق. تحب تختم كلامك بايه؟ والله يعني انا كشخص ما كنت يعني ما بقتنعش بحاجه إلا لما اجربها. فيعني في ناس كتير زي كده، فاقول لهم انا كشخص لا ما بقتنعش حاجه، اقول لهم يعني ان شاء الله يعني
كليه تمريض مش كليه زي ما الاعلام بيقول عليها. هي كده برضو الاعلام بيقول عليها كل خير اهو. مش كل لا الإعلام. مش كل اعلام كل يعني، الإعلام. لا هو معمول الاعلام يبقى مش كل اعلام، في ربنا ناس محترمه يكرمك يا وفي ناس احمد. كتير عارفه دورنا احنا يعني. احنا بجد بس سعداء هي دي بيكم. الكلمه اللي انا هقولها. واحنا كاعلام بنقول ان كليه التمريض بجد من الحمد الكليات لله. الراقيه جدا المحترمه جدا اللي فيها ماده علميه تحترم لله. وبتخرج شباب ليهم دور مهم جدا في الفريق الحمد الطبي. لله. كل توفيق محمد ويا احمد، شكراً مشكور جدا. لحضرتك، والتوفيق شكراً لحضرتك. محمد، تستمر معانا ان شاء الله. ونروح مع حضراتكم الفاصل سريع، وبعد الفاصل بنكمل فقرات شباب واراء. انتظروا. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا استهترها. شايلة همومنا على خيرها، بلد الصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا استهترها. شايلة همومنا على خيرها، بلد الصحيح كتر خيرها. ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه بنكمل فقرات شباب واراء. شرفنا دلوقتي صلاح محمد صلاح، طالب فرقه تانية كليه التمريض جامعه بنها. برحب بيك يا صلاح، وسعداء بيك جدا. ويعني بجد محمد واحمد كده قدموا لنا نموذج متميز جدا لشباب بنها في تمريض. نسالك كده بقى يا صلاح، بالنسبه لك برضه لكليه التمريض والتحاقك بيها جت ازاي؟ طبعا هو الاول احنا عندنا نظامين التحاق في الكليه، نظام من المعهد الفني الصحي ونظام طبعا من ثانويه عامه. نظام المعهد الفني الصحي لازم طبعا نجيب مجموع عالي جدا عشان نلتحق بمنحه التفوق للكليه. فانا بفضل الله كنت طالع الثالث تراكمي على المعهد بفضل الله، ودخلت الكليه بمنحه تفوق دراسي. الحمد لله يعني. استنى بقى، انت تعديها كده يا صلاح. يا ربنا يكرمك يا رب، يعني ما شاء الله عليك. لا دي مش سهله يا صلاح الحقيقه، ده محتاج مننا وقفه في كلامك. اولا فكره انك انت ما شاء الله تاخد المنحه التفوق دي مركز ثالث على مستوى المدرسه. فكره انك تستفيد من المدرسه الحقيقه يعني او المعهد يعني مش شباب كتيره صراحه بتدخل بصراحه زي ما بتدخل زي ما بتخرج، ما بتستفيدش بشكل كبير. هي مجرد شهاده انها تبقى تعليم عالي. انت لا اعتقد ان ذهنك كان مرتب بشكل مختلف. طبعا حبيت اوصل لاعلى درجه في الكاتيجوري بتاعي او الميجور بتاعي علشان اقدر اكمل طبعا واكون كمان ستاف في الكليه عشان اقدر يعني ربنا يكرمك. ما شاء الله انت راسم على ده كمان. طبعا ان شاء الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. وطبعا اقدر اغير من فكره المجتمع عن المهنه بتاعتنا، ان مهنه ساميه جدا. كمان بره مصر هي المهنه مش مقتصره على ان هي نيرس فقط، هي بتمسك كمان مناصب عاليه جدا زي عميد كليه ووزير صحه كمان. دكتوره تابيتا شوقاي كانت كليه تمريض جامعه اسكندريه. متابع الحركه العالميه في التمريض ماشيه ازاي؟ ما شاء الله. كمان مع نيرسز بره من النيدر نيرسز يعني من الاجانب كمان. دكتوره تابيتا شوقاي كانت كليه تمريض جامعه اسكندريه من هنا من مصر، ودلوقتي وزيره الصحه في السودان. كمان عندنا مثل تاني دكتوره شونا روبنسون كانت كمان كليه تمريض جامعه جورجيا ووزيره الصحه دلوقتي في اسكتلندا. فطبعا التمريض او الميجور عالي جدا. عقدتنا يا صلاح. طب نقول ايه؟ طيب ده جايب معلومات اكتر من اللي احنا جايبينها بكتير كده، ده ينفع ده؟ انا طبعا متابع الميجور بتاعي. سعداء بيك يا صلاح وسعداء بفكرك ده، يعني ربنا يوفقك. عارف انت بتمثل انت ومحمد وزمايلكوا ايه؟ فكره ان انا مش داخل الكليه عشان اخد شهاده تعليم عالي وخلاص، صح؟ انت راسم كويس قوي هدفك الحمد لله، وعارف انت بتعمل ايه ومخطط له. دي حته يعني بنشكرك عليها صلاح، ونسالك عليها برضو يا محمد. فكره ان انت لما يعني
ماشي في حياتك بتخطط لها، مش بنمشي كده وخلاص. انت وزميلك صلاح وزميلك احمد يعني واضح جدا ما شاء الله ان في اهداف وفي يعني مراحل معينه بلان بتعدوها كده. دي بتعملوها ازاي يا محمد الحقيقه؟ هو احنا عايزين نقول ان في شباب بيفكر الحمد لله لسه وبخير اهو. هي بترجع للفكر الشخص نفسه، او يعني مين الرواد بتوعك، مين الناس اللي بتشجعك، مين الناس اللي بتقولك او بتحفزك اكتر، ازاي بتفتح طريق المستقبل للتحدث اكتر. بتوريك فكره ازاي. انك يبقى ليك قدوه دي حاجه مهمه برضو يا طبعا محمد. جميله هو حاطط قدوه يعني اكتر من قدوه ما شاء الله صلاح يعني. ما يبقاش قدوه واحده، يعني المجالات مختلفه، في كل مجال تاخد قدوه معينه هي اللي تديك الامل، تديك النظره انت عندك قدوه المستقبليه في اللي انت حياتك يا عايزها. محمد؟ والله قدوات كتير يعني في كذا مجال كذا زي ما قلت مجال. لحضرتك، يعني ربنا والدي ووالدتي ربنا يعتبر يديهم القدوة الصحه. الأساسية في حياتي. بعد كده في مجالات بقى مختلفة، يعني في كل مجال يعني بحاول أشوف مين أحسن حد في المجال ده، أو أخد الإيجابيات من كل واحد عشان خاطر إيه أنفع بيها نفسي يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. احنا سعداء بيكم بجد وسعداء بفكركم جدا. وانت واضح يا صلاح انك حاطط قدوات على مستوى عالمي كمان ما شاء الله. طبعا يعني لازم الكاتيجوري بتاعي اصلا مهم وانا حابه جدا وحابب ان انا اكمل فيه، فلازم يبقى ليا قدوه طبعا عاليه جدا عشان اقدر اوصل ربنا للبوينت يوفقك ان شاء المعينه الله دي. ان شاء الله. طيب احنا معانا الكلمه الخاصه بيكم في بس بيك يا الحقيقة محمد في المؤتمر. هنشوف مع حضراتكم واحنا نعلق على الكلمه، هي موجوده معانا من غير صوت، هنشوفها حالا مع حضراتكم. يعني ممكن تفهمنا يا صلاح ايه اللي كان بيحصل في الكلمه؟ كان محمد اللي بيقولها. محمد أنا. محمد انت يا محمد اللي هتتكلم فيها، انت هتشرح لنا ولا صلاح؟ أنا انت اللي هتشرحها. طب تمام. أنا بدأت عشان في الصوت مش البداية. واضح بس فهمنا انت ايه. أنا بدأت في البداية، خالد كان مقدمني، وبعدين طلعت رحبت بالضيوف اللي موجودة على المنصة. رحبت بثلاث ضيوف، أهم ثلاث ضيوف عندنا في مناسبات كلية التمريض. كان أستاذ الدكتور عبد الرحيم شولح، كان هو العميد المؤسس للكلية. أستاذ الدكتور محمود عبد الصبور، عميد الكلية السابق وكان عميد الطب الحالي. والأستاذة الدكتورة إيمان البطار، وكيل الكلية لشؤون تعليم الطلاب أيام ما كنا احنا موجودين سابقا، وحاليا هي وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي. بعد كده بعد ما رحبت بالضيوف والمنصة، بدأت أرحب بزمايلي الوفود اللي تعبوا وشاركونا لحد ما جم عشان خاطر نتقابل في بعيد قوي يا تبادل محمد. تواصل طلابي، يستفادوا يعني. شرفونا في جامعتنا جامعة بنها، والجامعة اللي انتوا اعتادت لوحدكم تشرفوا والله ما ربنا شاء الله يخليك. عليكم. الجامعة اللي اعتادت ان هي تستقبل الجامعات كلها، اللي كنا لسه خارجين من حوار وطني، منتدى حوار تطوير التعليم في جامعة بنها، كان كل الكليات برضو ما كانش خاص التمريض بس، فكان جامعة معتادة انها تستضيف كل الجامعات المصرية عندها. بعد كده بدأت أوجه رسالة لزمايلي، أديهم دافع أمل وحافز عن مجال التمريض ومهنة التمريض، وإزاي ما تيأسوش، وأنتوا اللي هتغيروا مهنة التمريض، وأنتوا ملائكة الرحمة، أنتوا المهنة بتاعتكم. وصلوا للناس، عرفوهم يعني إيه مهنة التمريض. المهنة دي مش وظيفة، دي مهنة مش بس عشان خاطر فيها ماديات وفيها تكليف وكده، لا، أنت عليك عابء وقدر كبير جدا بعد الطبيب على طول. يعني الطبيب احنا كنا بنقول إن الطبيب هو العقل للجسد، والممرض او الممرضه هي القلب الجسد. فهم الاثنين ممكن ما استغنى عن العقل برضو، ولكن القلب هم الاثنين بيكملوا بعض. وبعدين شكرت بقى الجامعه على الدعم اللي ادته لنا، وشكرت الكليه على الدعم المتواصل معانا، واهديت درع الجامعه لدكتور سيد القاضي ممثلا عن جامعه بنها كلها. ربنا يكرمك يا محمد ويوفقكم ان شاء الله، واحنا سعداء بيكم بالمؤتمر وبنجاحه جدا الحمد لله. طيب انت هتكلمنا يا صلاح عن ازاي المؤتمر مشي، ازاي الكلمات اتنظمت، ازاي الدنيا مشيت. طبعا احنا كان في استقبال طبعا. انت المفروض مجهز في حاجه البداية معاك يا خالص. صلاح عندك؟ طبعا انا كنت هقولها في الاخر. كان معانا كمان توصيات للمؤتمر في اخر المؤتمر خالص لكل الجامعات وكل طلبه التمريض اللي حضرت على مستوى مصر كلها. كنا بنتكلم كمان، قدمت برزنتيشن عن طريقه التواصل الفعاله ما بين اعضاء الفريق الطبي وكمان المرضى، ما بين اعضاء الفريق الطبي وبعضهم، وكمان ما بين اعضاء الفريق الطبي والمرضى. حلو قوي. لان احنا لخصها لنا اصلا بقى سريعا كده. احنا كمان اصلا مفتقدين، يعني مش مفتقدين، احنا هي موجوده ولكن احنا عايزين ننميها طبعا. ازاي المهارات الفعاله دي. اتكلمنا طبعا اول حاجه يعني في صيغه بسيطه جدا عن مقدمه طبعا عن التواصل الفعال، ايه هو اصلا التواصل الفعال وليه اصلا بنتواصل عامه از جنرال. كمان بنتكلم على ايه هي المهارات التواصل الفعاله اللي موجوده اصلا في المهنه وازاي استخدمها بطريقه فعاله وتاثر لي اصلا على الرعايه الطبيه بتاعه المريض. اتكلمنا كمان على ايه هي معوقات التواصل الاجتماعي، ولخصنا طبعا في البدايه البرزنتيشن عامه از جنرال في البدايه ككونكلوجن، وسردنا يعني اهم المصادر اللي احنا ازاي جبنا بيها البرزنتيشن بتاعتنا. معانا كمان الفيديو هو ده جزء برضه من البرزنتيشن. طيب هنشوف الفيديو حاليا. صلاح معاك.
انت ممكن برضه تشرح لي صراحه من غير صوت، انت شرح لنا انت كنت بتعمل ايه. تمام. انا دلوقتي كنت بشرح السلايد اللي ورايا كانت وين وين كونفرزيشن. هي دي حاجه كده زي احنا كنا بنقول ان ستيفن كوفي كان عامل كتاب كان اسمه ايه هي العادات السبع اصلا للتاثير، العادات السبع للناس اللي هم الفعالين في المجتمع او في العالم كله. كان من ضمنها حاجه اسمها وين وين. وين وين ان ازاي استخدمها اصلا مع المريض بتاعي، ان انا اجيب تو جروبس او يعني مجموعتين من المرضى اللي هم دايما اصلا في يعني في صحه نفسيه قليله خالص، دايما هم متوترين قلقانين قاعدين في عنبر او قاعدين في وورد يعني متوترين. ازاي انا اجيبهم اصلا في مجموعتين واعمل ما بينهم منافسه، وازاي اصلا اخلي ما بينهم مشاركه فعاله، واحط جايزه في الاخر للتو جروبس دول او المجموعتين دول، باعتبار ان هو اصلا اوريدي قاعد يعني متوتر قلقان مش عارف يعمل ايه، زعلان ان هو اصلا مريض. فلما انا اعمل طبعا منافسه ما بينهم هشجعه ان هو يتواصل مع زميله التاني ومع المريض مع الممرض او مع الدكتور، فبالتالي يخلق هنا تواصل فعال ما بينهم. دي كانت السلايد اللي ورايا كنت بتكلم فيها هنا في الفيديو يعني. تمام. طيب يعني اقبال الطلاب على الاستماع والانصات للنوعيه دي من الافكار طبعاً. اعتقد انها مهمه جدا. كانت مهمه، وكانوا كلهم اصلا يعني ملاحظين دوت في الريسورسز او الريفرنسز اللي احنا جبناها طبعا من الكتب العالميه. طبعا كان ده بمساعده اساتذتي، يعني كان من ضمنهم يعني دكتوره هند عبد الله، وكانت دكتوره باسمه ربيع، وكان دكتوره محبوبه، وكان كمان دكتور امل غريب ودكتوره ابتسام ما شاء الله. واصطف البطنه والجراحه، تمريض البطنه والجراحه ساعدني جدا في البرزنتيشن بتاعتي دي. دخلنا كمان مسابقه يعني كانت مؤتمر دولي في جامعه قناه السويس، كان الكلام دوت من 4 ايام تقريبا. اخذنا مستوى اول كمان على المؤتمر. خدنا توصيه ان البرزنتيشن بتاعتي كمان هتنزل في الكتيب العالمي اللي هيلف الجامعات الاجنبيه والجامعات المصريه هنا في مصر. واتكرمنا كمان، ومتابعين طبعا معايا على الايميل عشان يبعتوا. طبعا كان فخر شديد جدا بالنسبه لي ان كانت السفاره الامريكيه مشاركه، نيجيريا، العراق، عمان، كان السودان كمان مشاركين. ان انا اصلا اطلع وان انا اتكلم قدامهم بثقه عاليه، وان انا طبعا اادي وامثل جامعتي، كانت حاجه شرف ليا طبعا ان انا اجيب لهم درع. كانت حاجه جميله جدا بالنسبه لي. ويكفي ان احنا يعني حطينا دلوقتي الجامعه على مرمى دولي، لان طبعا الكتاب هيلف الجامعات الاجنبيه اللي سجلت معانا في المؤتمر. وحاسس بفخر ويعني اعتزاز شديد جدا ان انا اصلا منتمي للجامعه نفسها يعني. ربنا يكرمكم ان شاء الله. طيب صلاح يعني صلاح من الطلبه عندنا المتميزين، واللي هم اللي احنا وقت عرض البرزنتيشن او اي مؤتمر او في وقت عرض لازم في طلبه عندنا معينه جروب عاملينه هو واحد منهم بيطلع. فكان صلاح واسلام من الناس المرشحين من ضمن القائمه، على اول القائمه، ان هم دول عندهم بادي لانجوج كويس، اسلوبهم في التحاور جميل، اللغه بتاعتهم في مخارج الحروف، فكانوا رائعين بسم الله ما شاء الله عليهم. فعلى طول احنا بنحطهم نمبر 1 على طول في يستاهلوا كل ده يا محمد واكثر يعني، ما شاء الله عليكم كلكم والله تستاهلوا ده. طيب الحقيقه بما انك برضو رئيس الاتحاد بشكل عام يا محمد، كلمنا كده عن الاتحاد في الفتره دي، يعني يمكن الفتره الجايه فتره امتحانات وكده، لكن في انشطه بقى في فتره الاجازه الصيفيه الجواله، هل محققين اي مراكز في الانشطه بتاعتكم في الكليه في الاتحاد كده؟ احنا الحمد لله انا الاتحاد اولا كان من السنه اللي فاتت فما حصلش انتخابات السنه دي لسه، فانا اتصعدت وكملت لان انا لسه في سنه رابعه فهكمل. طيب النشاط عندكم ايه دلوقتي، متوقف يعني ولا شغالين؟ الفتره دي مع الدكتوره محبوبه والدكتوره هويده خدنا 5 مراكز على مستوى الجامعه. حلو قوي. طيب انت خايف من الحسد فتقول لنا يعني قاعد مستني؟ لا هي هاف هازارد والله انها جت 5. خدنا الطالبه ايمان درويش، خدت الطالبه المثاليه على مستوى الجامعه، الطالبه المثاليه على مستوى جامعه بنها. تمام. كانت من كليه تمريض. خدنا منال زميلتنا منال نائب رئيس الاتحاد، خدت مركز اول مراسل تلفزيوني على مستوى الجامعه برضه ما شاء الله. خالد خد مركز تاني دوري معلومات وثقافه، خالد زميلنا اللي هيجي الفتره الجايه، وخد مركز تاني طالب مثالي على مستوى الجامعه. محمد جمعه زميلي خد مركز اول انشاد على مستوى الجامعه، وانا اخدت مركز تاني مراسل تلفزيوني على مستوى الجامعه. وتصعدنا كلنا، التيم ده كله اتصعد لابداع 5 في وزاره الشباب والرياضه. ان شاء الله ربنا يوفقكم بجد صدق. طيب انت اللي جبته نفسك بقى يا محمد، انت عملت ايه اللي انت قدمت بيها مراسل تلفزيوني في المسابقه؟ في الجامعه ولا في الجامعه كنت عامل تقرير لايف عن ارتفاع الاسعار. سريعا كده ممكن نقوله يعني، او اللي تفتكروا منه، ولا نسال صلاح لحد ما تركز؟ لا عادي، لا انا ريدي عادي، بس انا هقول لحضرتك على جزء من اول جزء من الفقره. يا ريت اتفضل احنا معاك اهو. مصر واحدة من الدول العربية التي تشهد زيادة في أسعار المواد البترولية، مما أدى إلى ضغط شديد على المواطن المصري، ودعا المواطن المصري إلى الاستغلال الأمثل للظروف
ده كان جزء زي كوبليه الفل، صغير كده استرسال وزي الفل يا مم. يا محمد، ربنا يوفقك. انت حابب ان شاء الله انك برضو تشتغل على نفسك في موضوع المنافسه التلفزيوني ده في المسابقات؟ طبعا، بس انا منتظر اخلص بس السنه دي اداره ونفسيه الترم ده، فترم تقيل جدا. أيوة. هخلص بس الترم ده وان شاء الله في الاجازه او في الامتياز هاخد دورات تبع ماسبيرو، في هنا دورات تبع وزاره الشباب والرياضه وماسبيرو فعلا في المراسل التلفزيوني الاذاعي، ان شاء ناوي الله ان شاء الله هكمل انك فيه. تلتحق بيها، ربنا يوفقك بجد. بنشكرك جدا يا محمد ربيع، رئيس اتحاد طلاب بكليه تمريض جامعه بنها، وكل توفيق ان شاء الله. كمان بنشكرك محمد صلاح الطالب الفرقه الثانيه كليه تمريض جامعه بنها، بالتوفيق دايما صلاح ان شاء الله. بشكركم جدا، ونتمنى نشوفكم مره ثانيه انتم محققين مراكز يعني للجامعه باذن الله باسم كليه التمريض ان شاء الله. بنقف مع حضراتكم مشاهدينا الكرام وفاصل سريع، وبعد الفاصل بنكمل شباب واراء. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا. ورجعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه بنكمل فقرات شباب واراء. شرفنا دلوقتي الطالب خالد علي، امين اللجنه العلميه باتحاد الطلبه بكليه تمريض جامعه بنها، ومرحب بيك يا خالد اهلا معانا. وسهلا بحضرتك. لسه مشرفنا محمد ربيع، رئيس اتحاد طلاب كليه التمريض جامعه بنها. مرحب بيك يا محمد مره ثانيه. طيب هنبتدي بخالد. سعداء بيك يا خالد، ويعني بجد يمكن انت من الناس اللي متميزه جدا في الجامعه، ربنا انت يبارك الطالب المثالي على لحضرتك. مستوى جامعه بنها. ربنا يبارك لك. اولا بنهنيك على المركز ده، ونتمنى لك دايما التوفيق ان شاء الله. اللهم امين. لكن كان في رحله طويله للطالب المثالي، يعني يمكن نسترجعها معاك سريعا كده يا خالد تمام، قبل ما تمام، نخش على تمام. المؤتمر. بدأت الأول الطالب المثالي اللي هو إعلان على المسابقة جه من الجامعة، جه للكلية. تمام. بدأ الإعلان على المسابقة من خلال صفحة الاتحاد الطالب المثالي، وطبعا الشروط بتاعتها اللي هو كان يعني طبعا اللي هو المستوى العلمي، طبعا المستوى الأخلاقي، تمام، مشاركته في الأنشطة، المشاركة في الأنشطة الطلابية. تم الإعلان عن المسابقة طبعا على صفحة الاتحاد. طبعا كل من توفر فيه الشروط، ديت بدأ ان هو يقدم في المسابقة، وعلى اساسه وعلى الاساس دوت طبعا اتشكلت لجنه من الكليه، وكيل الكليه مع دكاتره منهم او كده، وتم ترشيحي. مش هقول هي ما اتعملتش المسابقه، هي تم ترشيح. تم ترشيحي انا وايمان، كانت اللي هي خدت الطالبه المثاليه. واتبعت الاسماء على للجامعه. على الجامعه بقى كانت على مرحلتين، كان على اللي هو كان فيه اختبار تحريري واختبار شفوي. الاختبار التحريري دوت كان عباره عن 50 سؤال في المعلومات العامه في مختلف المجالات. صعبه جدا. تمام. ده كان في يوم لوحده. تاني اليوم اللي بعد كده كان اللي هو الاختبار الشفوي، وده كان ما بين الكليات. احنا 15 كليه في الجامعه، طب وهندسه وعلوم، كل الكليات يعني. بدات برضو، كان عباره عن خمس لجان من لجنه التحكيم فيها كان عباره عن 5 لجان، كل لجنه مشكله من 2 دكاتره. في بقى اول لجنه كانت اللي هو اختبار اللغه الانجليش. تمام. بعد كده كانت في لجنه اللي هو اللغه بالنسبه للغه العربيه وطريقه حوارك، دي كانت مع الدكتور يحيى خاطر.
بعد كده كان في لجنه اللي هو تشوف الانشطه الطلابيه اللي انت شاركت فيها مشترك وكده. فيها. وكان في معلومات عامه تاني اللي احنا كمان؟ اكتشفناه بقى تاني، اللي كان فيه برضه اسئله في المعلومات العامه تاني. طبعا الموضوع انا بحكي كده اللي هو يكاد يكون ان الموضوع ايه خلص بسرعه، بس احنا بادئين حوالي الساعه 11 الا تلت الصبح، خارجين الساعه 5 الا ربع المغرب. احنا قعدنا 5 حبة ساعات او حلوين. نقارب، اللي هو كل لجنه اصلا بتقعد معاها حوالي ساعه، اللي هو بيجيبك من الالف للياء. مم. طبعا كنا خرجنا قاعدين كلنا مستنيين زي اللي مستنيين زي نتيجه الثانويه العامه. كله مستني مترقب، يعني اللجنه جوه بقى بتقيم. بيجمعوا قوي التقييمات وكده. طبعا جت لحظه اعلان النتيجه او كده. طبعا اللي اعلنتها كانت الدكتوره ايمان عبد الحق اللي هي وكيل كليه التربيه. طبعا شكرت الكل في الاول وقالت اللي هو مجرد وصولكم بس للمكان التصفية دوت، دي. فانتم طلبه مثاليين على مستوى الجامعه كلكم، ولكن يعني احنا حاولنا ان احنا نصفيها وكده. وبدات قالت المراكز يعني الاولى اللي فازت بالمسابقه. طبعا لما عرفت كده وكون ان انا وايمان من من كليه نفس واحده من الكلية. كليه تمريض وحققنا المركز الاول والثاني الأول على والتاني. مستوى الجامعه. فده كان يعني حاجه إنجاز نفخر كبير بيها جداً طبعا، وإنجاز بكلية تمريض باسم كليه تمريض. حاجه نفخر بيها وكليتنا تفخر بينا يعني. احنا لازم سعداء ربنا بيكم يبارك. وفخورين بيكم جدا يا خالد كمان والله. ربنا يبارك لحضرتك. طيب نرجع يا محمد، والمؤتمر ومشاركاتك، انتوا كنتوا بتشتغلوا كفريق عمل، كلكم بتعملوا كل حاجه مع تمام. بعض احنا ولا كنا كل واحد؟ مقسمين، يعني انا الحاجه كلها بتبقى معانا مع الدكتوره محبوبه والدكتوره هويده وانا والدكتوره ابتسام، وبنقسم بقى بنوزع كل واحد اختصاصه. يعني بنمسك خالد مثلا كان دوره كان التقديم هو وايمان، جزء تاني مسؤول عن الضيافه، جزء مسؤول عن الاستقبال، فريق الجواله ازاي هيستقبل رئيس الجامعه، هيستقبل الوفود، في فريق مسرح هيعمل بروفات وهيستعد عشان خاطر يعمل عرض مسرحي في المؤتمر، فريق انشاد جمعه كان بيعمل بروفات اول باول عشان خاطر يعمل عرض انشادي افتتاحي في المؤتمر وينهي تاني. موهوب خالد في الانشاد كمان، صح؟ خالد موهوب، وهننهي ما ان شاء شاء الله الله. متعدد المواهب. ان شاء ربنا الله. يبارك لحضرتك. طب احنا معانا فيديو خاص بيك يا خالد في المؤتمر، مش كده؟ هنعرضه تمام، اللي هو حالا التقديم. وتعلق لنا بس عليه. التقديم عن ايه؟ تمام. عن التقديم اللي هو تقديم اتفضل. البرنامج نفسه، طيب برنامج احكي لنا الحفلة. التقديم ده بقى، فكره المذيع اللي بيقدم الحفله ايوه دي، تمام، وانت أنا لسه هقول رجل تمريض لحضرتك. يعني، قول لنا قول لنا طبعا جت لما على الفيديو. اه لما هنعلق تم عليه. اخبارنا اللي يعني انا ومان اللي هنقدم مسؤولين عن تقديم البرنامج المؤتمر، حبينا اللي هو ما يكونش نعمل مقدمه مش بشكل تقليدي، بمعنى معروف في ولد وبنت بيقدموا بس المقدمه كلها بتبقى بالعربي، اللي هو يعني اتنين بيقدموا كل واحد ماسك جزء. لا، احنا ده مؤتمر طلابي، كليه احنا دراستنا كلها بالانجلش، فخلينا المقدمه بالعربي والانجليش. بما اني يعني انا اللغه عندي في مثقوله في اللغه شويه عشان القران الكريم وكده، من حافظ القران يعني الحمد لله، ربنا يبارك لحضرتك. وايمان ما شاء الله لها في اللغه الانجليزيه برضو، كانت بتدرس تاخد كورس ايلتس، فاللغه عندها في الانجليش عاليه يعني. فبالتالي بدانا ان احنا نعمل المقدمه بالعربي الاول. ساعدنا بقى في كده اللي كان بيحاول ترانسليت للانجليش كان دكتوره جيهان عندنا من قسم السايكاتريك، اللي احنا يعني نخلي الكلام بالعربي برضو بالانجليش، وبروفات على كده بقى طبعا لازم نتدرب عليها يعني، لان زي ما قالوا لنا كده كان حاضر معانا طبعا بيحضر معانا البروفات دكتوره محبوبه ودكتوره ابتسام. هتبقى احنا واجهه المؤتمر، يعني انتوا اول حد هيتكلم في المؤتمر، فلازم تبقوا ناس اهم حاجه الثقه بالنفس، ما فيش اهتزاز ما فيش اي حاجه. فبالتالي يعني قعدنا بروفات كل يعني في حتى كانت اتعرضت الاول في الاستعداد، وانا وايمان واحنا عمالين نتدرب كذا مره يعني في المدرج على التقديم لحد ما تعملوا كويس. تمام. انت راضي عن ادائك الحمد لله الحمد لله تمام. وانت كنت راضي عنه يا محمد؟ الحمد لله. لا يعني احنا بتمنى لهم على طول احسن، الحمد لله هم اخواتنا اللي هيكملوا بعد مننا ان شاء الله. تمام، ربنا يوفقكم جميعا. طيب بالنسبه للانشاد يا خالد، انت دخلت المجال ده ازاي؟ لا، الانشاد دوت بقى يعني انا زي ما قلت في الاول القران وكده، وانا كنت الصوت يعني بالنسبه لموهبه الصوت، فانا كنت بقرا قران وصوتي جميل في القران، بس ما كنتش تطرقت لموضوع الانشاد لحد ما دخلت الكليه. يمكن كان في حفل الاستقبال بتاعنا كانوا عاملين لنا حفل ويلكم داي، جم في الاخر كده قالوا نسمع المواهب الجديده اللي معانا في الدفعه الجديده. كنت حافظ ابتهال في الوقت دوت يعني، فطلعت قلته كله ما شاء الله هيبقى عندنا ناس في فريق انشاد في الكليه. وطبعا كان في اخويا الاكبر مني محمد جمعه، يمكن دوت بقى اللي حطني يعني على اول الطريق او كده، وكنا دايما مع بعض. بدات احب فعلا الانشاد، بقيت اسمع انزل على اليوتيوب انشاد واسمع، ولكن هو الصراحه مدرستي هو في دراسه ثانيه للانشاد اللي هي زي مدرسه الانشاد الديني في مصر هنا تبع نقابه الانشاد الديني، وده طبعا في الهدف لسه قدام يعني ان شاء الله. ولكن اللي هو بدات اللي هو كتر السمع، في حاجه اسمها تربيه سمع في الانشاد، اللي هو تبقى انت الاذن الموسيقيه بمعنى اصح. طبعا بس تسمع مين يا خالد المنشدين؟
لا مش بسمع، انا بسمع يعني بعض اناشيد، حتى عشان ما نروحش للناس القدام، لان الناس القدام دول يعني الشيخ قامات. نقشبندي، نصر الدين طبار، طه الفاشني، الشيخ محمد محمد جمعة. عمران. الناس دي يرحمه كلها ما الرحمة شاء الله عليهم والسلام. يعني، فما ينفعش اقول حاجه ليهم الا لو اكون دارس فعلا تمام. المقامات انت الصوتيه بتقول وكده. انشاد اناشيد دينيه انشيد او ابتهالات. ابتهالات. تمام. تمام. طب نسمع منك ايه حاجه تمام، نسمع ابتهال صغير كده، مقطوعه معاك؟ ابتهال. اتفضل. يعني بس عنوانه ايه؟ لا يعني هو ملوش عنوان ملوش يعني، عنوان. مش طب مشكلة. اتفضل قول على تمام. طول. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، أرسل مديحك عاطرا يا حادي، أرسل مديحك عاطرا يا حادي، وتغنى فرحا، وتغنى فرحا بالنبي الهادي، واملأ بطيب الشدو ساحة مكة، كالبلبل الصباح بين الوادي، عطر سماء الله، عطر سماء الله في عليائها بالحمد والتسبيح والأوراد، أعلن وجود الله، أعلن وجود الله، أعلن وجود الله، هلل باسما فاليوم أخجل فرحة الأعياد، النبي صلوا عليه، صل ربي وسلم وبارك عليه. عليه افضل صلاه والسلام. بجد مش عارفين نقول لك ايه يعني يا خالد، ربنا يفتح عليك ويزيدك ان شاء الله من الموهبه دي اكتر واكتر باذن الله. الحقيقه يمكن وقتنا قرب ينتهي معاكم، فعايزين نختم معاك بانشاد يا خالد. نختم معاك يا ممكن بما محمد. ان عيد الام بعد بكره او كده، ممكن نقول اهم حاجه للام. طبعا. تمام. طيب يا محمد، تحب تختم كلامك بايه النهارده بعد ما اتكلمنا كل ده عن أنا المؤتمر بداية وعن بشكر مجهود؟ حضرتك وبشكر احنا جهاز بنشكركم جدا الإعداد بجد، كله وسعداء بيكم جدا. على حسن الضيافة. وأتمنى إنها ما تكونش أول زيارة، وتكون زيارات انت عارف متكررة احنا على جامعه طول. بنها معانا على طول، ربنا طبعا، يكرمك. وكونوا عندنا إن شاء الله تشرفونا في جامعة ان بنها، شاء يبقى الله في نتمنى لقاءات والله، من قلب نتمنى ان الجامعة. شاء الله. ثانيا بشكر جامعتي جامعة بنها على ما قدمته لنا من دعم مادي ومعنوي. بشكر على رأسهم الدكتور سيد القاضي والدكتور خالد عيسى وجهاز رعاية الشباب بالجامعة وجهاز رعاية الشباب بالكلية، دكتورة هويدا صادق عميد الكلية على دعمها المستمر لنا، أمنا الدكتورة محبوبة والدكتورة هويدا، أساتذتنا اللي بدأوا وزرعوا فينا البذرة عشان خاطر احنا نظهر بالشكل اللائق ده، الدكتورة محبوب، الدكتورة إيمان، الدكتور محمود والدكتور عبد الرحيم شولح، كل اساتذتنا وكل زملائي بقى الطلاب، سواء فريق تنظيم، فريق انشاد، فريق الجواله، فريق المسرح، كل الفرق اللي اشتغلت معانا وفرقه التقديم، وزملائي فريق الاتحاد عموما كله، كل من ساهم في انجاح فعاليات هذا المؤتمر، يعني انا بشكره وربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب إن شاء واستمروا. الله. كلمه بقى اخيره للوفود، زمايلي الوفود، يعني بشكركم على تشريفكم لينا وان انتم نورتونا، واحنا على تواصل مستمر مع بعض، وان شاء الله بينا وبيكم التمريض هتتغير وبلدنا هتتقدم ان شاء الله. اتمنى يا محمد، احنا بنشكرك جدا وكل التوفيق ان شاء الله شكراً. لطلاب تمريض جامعه بنها باذن الله. قبل ما خالد بس بنختم معاك يا يختم، خالد. عايز انا يعني خالد هيقول حاجه للعيد الام بمناسبه الام، فانا بهديها باسمي وزملائي اولا لوالدتي ربنا يديها الصحة. والوالده خالد ووالده كل والكل الطلبه أم زمايلنا، بتسمعنا. وبهديها ربنا للاستاذه ينصر الدكتوره هويدا امنا كلنا، كل سنه وحضرتك طيبه، والدكتوره ايمان البطار، الدكتورة إيمان مبروك على منصب الوكاله الجديد، وبنهديها هذه
الانشوده، والدكتوره محبوبه صبحي، وكل امهاتنا في الكليه، كل اساتذتنا. احنا اسره مترابطه، اسره قويه ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد سعيد، ونتمنى ربنا يديم المحبه والود دايما ما بيننا عملت وبين. خدت المقدمه من اللي كنت هقولها في تمام. الاغنيه يعني. تمام. ربنا مش هضيف يكرمك يا طبعا على محمد، وكل سنه على ربيع قال وانت بالنسبة طيب، وكل للشغل. سنه ووالدتك طيبه، وربنا يديها الصحه ان شاء الله، ربنا وتشوفك يبارك يا محمد في المكان اللي هي نفسها تشوفك فيه باذن الله، في سواء في مجال التمريض او في مجال واضح انك ليك نشاط سياسي كده، او عملك ان شاء الله مع شاء الله. برلمان الشباب والشغل ده. طيب انت كمان يا خالد احنا بنتمنى لك كل التوفيق ان ربنا شاء يبارك الله. لك، ربنا وقبل ما يكرمك. تختم بالانشاد، تحب تقول حاجه لوالدتك او تحب طبعا الانشوده ديت او الاغنيه عن الام ديت بهديها في الاول لوالدتي اللي هي المفروض بتسمعنا دلوقتي ربنا يعني. يديها الصحه ان شاء ربنا الله، يبارك تبقى لها. زي فرحانه ما بيك محمد جدا. قال والدتنا وامنا كلنا الدكتوره هويدا صفي عميد الكليه، ربنا يديها دكتوره امان البطار وكيل الكليه السابق عندنا، دكتوره هو مش عايز اقول اسماء والله عشان ما انساش يعني دكاتره الكليه عند كل امهاتنا كل اللي أمهاتكم في كل كل. اللي بيشوفونا دلوقتي في الكليه وامهات مصر كلهم، والدكتوره ابتسام والدكتوره كل اللي بيشوفونا، والدكتوره سلوى والدكتوره الاساتذه سعاد وكل الافاضل اللي بيشوفونا. والهيئه تمام. المعاونه حتى لكل في لكل كليه ام التمريض بتسمعنا يعني. بنها، احنا بنشكرهم عشان كل سنة وانتم طيبين. مجازا عشان ما ننساش انا بقول لك حد اهو يعني. من اول تمام. الهيئه المعاونه لحد اكبر استاذه في الكليه، كل سنه وكل ام طيب ان شاء تمام. الله. ربنا يبارك. طيب احنا سعداء بيك يا محمد. نختم بقى يا خالد، نختم ان شاء الله بحاجه للام طيب باذن الله. تمام. اتفضل براحتك خالص بقى، طيب بخير. وقت معاك. كل الخير بتشوف عينيا، حتى قليله كتير في ايديا. كل الخير بتشوف عينيا، حتى قليله كتير في ايديا. لما بتدعي لي من قلبي وما بترضي يا أمي عليا، من ده اللي ما يعرفش مقامك، من ده اللي ما ينحني قدامك، من ده اللي ما يعرفش مقامك، من ده اللي ما ينحني قدامك. انت الدنيا، انت الدنيا واغلى ما فيها، حتى الجنة تحت اقدامك. كل ما بكبر ولا افكر في عطاك اللي انا عشت عليه، قلقل حبك قلبي بيكبر، ما انت يا امي اللي زرعتي. كل ما بكبر ولا افكر في عطاك اللي انا عشت عليه، قلقل حبك قلبي بيكبر، ما انت يا امي اللي زرعتي. من ده اللي ما يعرفش مقامك، من ده اللي ما ينحني قدامك، من ده اللي ما يعرفش مقامك، من ده اللي ما ينحني قدامك. انت الدنيا، انت الدنيا واغلى ما فيها، حتى الجنة تحت اقدامك. ولا احلى غنوة في غنايا راح تسوى قلتك يا ضنايا، ولا اغلى هدية هقدمها هتوفي جمايلك ويايا. ولا احلى غنوة في غنايا راح تسوى قلتك يا ضنايا، ولا اغلى هدية هقدمها هتوفي جمايلك ويايا. من ده اللي ما يعرفش مقامك، من ده اللي ما ينحني قدامك، من ده اللي ما يعرفش مقامك، من ده اللي ما ينحني قدامك. انت الدنيا، انت الدنيا واغلى ما فيها، حتى الجنة تحت اقدامك. على قد ما وصتني بأمي سبحانك ربي في علاك، حبيت فماهي روحي ودمي، ورضاها ما هو برضه رضاك. على قد ما وصتني
سبحانك ربي في علاك، حبيتها ما هي روحي ودمي، ورضاها ما هو برضو رضاك. من ده اللي ما يعرفش مقامك، من ده اللي ما ينحني قدامك، من ده اللي ما يعرفش مقامك، من ده اللي ما ينحني قدامك. انت الدنيا، انت الدنيا واغلى ما فيها، حتى الجنة تحت اقدامك. الله عليك، بسم الله ما شاء بشكرك الله. جدا خالد علي، طالب بكليه تمريض جامعه بنها وامين لجنه العلميه باتحاد الطلبه وطالب مثالي على مستوى الجامعه. شكرا جزيلا ليك، وكل سنه ووالدتك طيبه، كل امهات مصر بخير. بنشكرك جدا محمد ربيع رئيس اتحاد طلاب كليه تمريض جامعه بنها، وبالتوفيق دايما، ونتمنى بجد نشوف دايما كل مجهوداتكم كويسه في كليه تمريض جامعه بنها وتتقدموا بيها للامام باذن الله. شكرا ليكم وشكرا مشاهدينا الكرام، على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وشباب وراء.